مش موضوع فلوس كام ولا ما كامش، الموضوع انه هو القنصل يكون الغزالة بتاعته رايقة ويديك الفيزي. لكن انا برضو بحكم الناس اللي جات فيزا سياحي حكوا لي وتكلموا معاي، في ناس كتير طبعا جات فيزا سياحة وانا قابلت هني وسألتهم حطيت كام في البنك. قالوا لي يعني هي مش حسبة حطيت كام في البنك عشان تتقبل، هي مجرد انه هل المبلغ ده هيكفيك في فترة وجودك في امريكا. يعني مثلا انت عملت مقابلة مع القنصل، هيقول لك القنصل مثلا هتقعد كام في امريكا، اسبوع، اسبوعيا، شهر، شهريا. فهو ممكن يبص على حسابك البنكي على اساس الكلام اللي هتقوله له انت قاعد شهر، شهريا. فمثلا هيشوف المبلغ اللي انت حاطه دي هيكفيك ولا مش هيكفيك، بس مش اكتر. يعني دي اغلب الناس اللي انا سألتهم قالوا لي الفكرة دي، انه هو ما يبص على انه مثلا المدة اللي انت هتقعدها الحساب بالبنك دي هيغطي الفترة دي ولا لا. بس اي حد مثلا يقول لك حط 50,000، 20,000، 30,000، كلها اجتهادات من وحي مخه. يعني ما حدش يقدر يحدد رقم معين، لان زي ما قلت لك هي حسب غزالة القنصل. وفي حاجة تانية برضو، كان في اخ جاي هنا بس في ولاية تاني، والمهم حب يجي يشوف شغل في تكساس وانا استقبلته، وكان جاي فيزا سياحة وبعدين حولها فيزا دراسة. وانا حكيت معه وقلت له صراحة، قلت له يا صاحبي انت ازاي خدت فيزا سياحي؟ قال والله يا عم عصام توفيق من الله عز وجل اولا، وثانيا انا كنت موظف في البلد، فطبعا الوظيفة خدمته جدا جدا في الموضوع دي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. طبعا القنصل لما ما يعمل معاك المقابله ما يبص على اوراقك، فلما شافه وهو موظف معنى ذلك انه هو راجل عنده وظيفه ثابته في مصر، فلازم يرجع عشان وظيفته. فهو بص برضه على الحته دي. قالوا عملت حاجه تاني برضه، عمي عنده بيزنس او مشروع، يعني قال عنده سوبر ماركت كبير، قال فخليته كتبه لي باسمي، والكلام ده قبل ما يمشي في اجراءات الفيزا وقبل ما يقدم. فبقى عنده مصدر تاني للدخل، يعني بقى عنده وظيفة أساسي، ناخذ الاتجاه دي، بقى عنده وظيفة أساسي اللي هي الوظيفة الحكومية، وعنده بزنس خاص ما يدير له دخل. فكده إيه ده أموره في اللذيذ، لأن عنده وظيفة وعنده مصدر ثابت يجيب له دخل. فهم ما يبصوا على الحتة دي، بحيث أنت تجي سياحة هني يبقى عندك الفلوس اللي تكفيك وتغطيك في فترة وجودك في البلد. لكن اي حد هيجتهد ويقول لك لا ده لازم تحط 50,000، لازم تحط 20,000، والله كلها دي اجتهادات، ما فيش رقم ثابت انك انت تثبت عليه. لان السؤال ده تكرر كتير، نحطه كام يا عمده في البنك ما نحطوش كام. وفي حاجه برضو حابب انبه عليها، ثالث حاجه، ركز معي في الكلام عشان كل معلومه ما اقولها لك هتفيدك. احنا كلنا مع نجتهد، سواء انا او اي حد من اخواتي على السوشيال ميديا، كلها اجتهادات. وقبل ما اقول لك على الحاجه الثالثه دي، عايزك تعمل لايك وشير عشان الفايده تعم للغير. يعني ما يجيش مثلا انت تحجز موعد من السفاره، تحجز موعد مقابله الفيزا السياحي وتكون عامل حساب بنكي ما فيش من شهر. لا، الحساب البنكي يا ريت يكون حساب قديم من 6 شهور، من 7 شهور، من سنة. كل ما يكون حساب البنكي بتاعك قديم كل ما يكون فرص قبولك اكتر واكتر. شايفين المساحات الزراعية اللي عندي؟ طبعا دي انا منطقة سكنت فيها قريب ما فيش من حوالي شهر الحمد لله يعني. فشايفين الجمال والخضرة والطبيعة، شايفين طبعا الشمس لسه طالعة هاي. الجو في تكساس يا جماعة روعة روعة روعة. الجو في تكساس أقسم بالله، أنا ليه أحب تكساس؟ لأن جوها حلو حلو، وفي نفس الوقت تعودت عليها وناسها طيبين. يعني المنطقة اللي أنا عايش فيها دي هي منطقة جديدة هي عندنا بأوستن. الأول كنت عايش في قلب أوستن في المدينة تحت، بس صراحة كنت أدفع إيجار غالي جدا. فصراحة نقلت وجيت المدينة دي الجديدة اللي أنا قاعد فيها حاليا. صح ممكن بعيدة شوية عن أوستن، بس الإيجار فيها رخيص، والحياة زي ما انتم شايفينها حياة طبيعة وخضرة وجمال رباني. يعني عارف، يعني عارفين لو مشيت بكم بس شوية قدام هتشوفوا بقر وحيوانات كده، يعني ناس مربيها هنا، الناس اللي ما تحب الحاجات دي. وانا واحد من الناس، انا ابن الريف عامة من صعيد مصر، والاجواء دي احبها جدا. اجواء الزرع ده قمح على فكرة يا جماعة، اللي مزروع ده قمح. فمساحات يعني خضرة هنا بسم الله ما شاء الله. فانا قلت صراحة اطلع اتمشي وفي نفس الوقت ادردش معاكم.
وانا بيني وبينكم عايز امشي على الستايل ده على طول. يعني مثلا انا اروح الشغل الساعه 8 او الساعه 7، عايز اعمل سيستم لنفسي مثلا الساعه 6 اصحى من النوم، الواحد يقوم يصلي يتوكل على الله، يمشي شويه زي كده نص ساعه ويرجع البيت. لان صراحه يعني الواحد تعبان من الشغل، وفي نفس الوقت لازم جسمك تديه حقه، سواء رياضه يعني لو شويه نص ساعه تتمشاها زي دي هتساعدك. المهم خلينا في موضوعنا. فزي ما قلت لكم فيزا السياحي تعتمد على توفيق من الله عز وجل وغزالة القنصل، يعني ثم غزالة القنصل لو غزالته رايقة هيديك الفيزا. لكن مثلا واحد يقول لك حط مثلا 20,000 30,000، كلها اجتهادات، ما فيش رقم ثابت. هو زي ما انا قلت لك، اللي صح يأكد لك حصولك على الفيزا اولا توفيق الله عز وجل، الغزالة بتاعت القنصل، وبعد كده انت تمشي على باقي الاجراءات. زي ما قلت لك يكون عندك بيزنس يعني في مصر او في اي دولة، يعني سواء في مصر او اي دولة عربية اخرى يكون عندك بيزنس يدير لك دخل. وتاني حاجة يكون عندك بيزنس يدير لك دخل، اوكي، ويكون عندك حساب بنكي معمول من فترة سابقة، ولو عندك وظيفة يا سلام، احلى حاجة واجمل حاجة، لان ده كله اثباتات تثبت انك انت هترجع تاني البلد، مش هتقعد في امريكا.